عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله باش نحضر مع بعضنا كورني مشخشخ يعمل 66 كيف. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي لهنا 500 جرام فرينة، باكو خميرة خبز، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة سكر، 5 مغارف زيت لهنا نباتي، وعندي لهنا الماء دافي باش نلم به العجينة. كما زادا بالنسبة للزيت نجموا تعوضوه بزيت الزيتونة، لكم الاختيار. خذيت هنا صحفة باش نخدم فيها العجينة. باش نحط ال 500 جرام فرينة، نضيف لهنا المغرفة الصغيرة متاع السكر، نضيف عليهم باكل الخميرة متاع الخبز، نضيف عليهم المغرفة الصغيرة متاع الملح، ناخذ الماء الدافي ونزيد بشوية بشوية ونلم العجينة بتاعي. توا نزيدو الزيت، ما نزيدوش على الفرينه ديريكت باش ما يبقالناش مكعبر، والكل نزيدوه على الماء ونلم العجينه نتاعي حتى نتحصل على العجينه طريه ومتماسكه. فوالا، هذه العجينه اللي تحصلت عليها لازمها تكون شاده روحها وفي نفس الوقت تكون طريه. توا باش ندهنها من برا بالزيت ونخليها تتخمر بالكدا. بالنسبه للفارس خديت لهنا سكالوب، قصيتها طرونشيت بالطريقه هذه. وبالنسبه للفحات باش نفوح بالزنجبيل، الريحان، الكركم، فلفل اكحل، ثوم بودر، الكاري والملح، هذوما باش نفوح بيهم السكالوب وباش نشوحها في شويه زيت. ما شاء الله كيف ما شوفوا لهنا العجينه تخمر بالكدا. توا باش نقطعها الكعابر صغار ونفس الحجم، نقسمها هكا على 2 ومن بعد نقسم هكا. نشكلهم بشكل كعابر حسب الحجم اللي تحبوا عليه. نجموا تعملوا حجم يكون متوسط ولا حجم كبير حسب الكورنيه اللي باش تعملوا. ناخذوا لهنا طرف نتاع العجينه ونحلها بالكدا حتى تبدا رقيقه على الاخر على الاخر على الاخر. بعد ما نحلوها هكا بالكدا لازمها تكون مستويه، سينو نسووا الاطراف نتاعها لهنا. هذه البارتي هذه باش نستويها شويه، سينو نجيبوا صحن زاد نجموا نسووا بيه باش يجينا من بعد الكورنيه مستوي بالكدا. فوالا شكل دائري كيف ما نحطوا الهريسه، شويه مايونيز، نضيفوا لهنا الجبن هكايا اول حاجه، نضيفوا عليه سكالوب، نحطوا سباطه ونحط عليهم الطماطم اللي هنا مقصوصه مكعبات صغيره، نزيدوا عليهم الجبن من هنا. توا نلف الكورني، ناخذ البارتي هذه نجيبها من هنا ونحاول نسكرها هكايا مرلوطه بالكل، ومن بعد نجيب البارتي الاخرى. فوالا لهنا نلف هذه في بعضها ونحاول نسكر هذوما في العجينه مع بعضهم باش من بعد ما يتحلش الكورني. نوصل عليه هكايا بالكدا بالكدا. فوالا هنا نحاول هكا نستوي شويه وناخذ الجبن ونزيد نشخشخ من هنا بالجبن. نعمل هذوما هكا لبرا باش يعطوا منظر مزيان. اي فوالا نحط الفور فيه بابي كويسون ونهز هكا بشويه بشويه، سينو نجمو راهو نحلوه من الاول مره على البابي كويسون. بسم الله، طريقه سهله على الاخر كيف ما تشوفوا هنا. فوالا فوالا لهنا يظهر هكايا بالكدا. توا باش ناخذ هكا صحفه عندي فيها الماء، نعمل عليها من برا كما تنجموا تدهنوها بالعظم، لكم الاختيار، اما هكا خير برشا. وناخذ الفحم نتاع الخبز ونعمل شويه. هلا نحاول ننزل عليهم باش يلصقوا في الميكا وندخلهم للفور على
200 درجه كي حاضر نشوفوا مع بعضنا. فوالا الكورني بتاعنا حضر. نودكم نشهيكم الريحه البنينه اللي فيه، يجي مشخشخ يعمل 66 كيف. شوفوا كيفاش المنظر نتاعك، الجبونات كيفاش ذايبه، من اروع ما تجربوا. وكيما عودتكم باش نقسم لكم تشوفوا البنه من داخل كيفاش. كانت هذه رسالتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش تابعوني على الانستغرام تونسيا اون فرانس مكتوب اسفل الشاشه. وتو ما بقى كنقول لكم سلامه.